السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي وزوار القناة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم جاء نزولا عند رغبة الكثيرين اللي كانوا طلبوا منا باش نديروا هذا الفيديو من خلال سلسلة الفيديوهات اللي كنا درناها بولاية بجاية صيف 2023 بعد ما كنا زرنا العديد من المناطق السياحية في ولاية بجاية اللي رايحين تلقاوها تفصيلا أسفل صندوق الوصف. رايح نخليو لكم جميع الفيديوهات جميع الروابط الخاصة ببجاية. إذا كنتوا طلبتوا منا باش نديروا لكم فيديو حول أهم الوجهات السياحية في ولاية بجاية، احنا ما درنا لكمش كل شيء ولكن حطينا لكم بعض الوجهات اللي تقدروا تزوروها خلال زيارتكم لبجاية. أول وجهة كما راكم تشوفوا شلالات كفريدة واللي جاية في طريق سطيف باتجاه بجاية، غير تفوتوا خراطة تلقاو واحد الديفياسيون تروحوا لشلالات كفريدة وين رايحين تتمتعوا بهذه المناظر الجد خلابة كما تشاهدون. منطقة ولا أروع، ناهيك على وجود بعض المحلات اللي يبيعوا لكم الحلي بالإضافة إلى الزي القبائلي التقليدي. كذلك رايحين تديوا بعض لي تريك وبعض لي كادو صغار لحبابكم وصحابكم. من بعد ثاني وجهة كما كم تشوفوا كاب أوقاس، هذه الوجهة السياحية الأكثر من رائعة اللي جاية ببلدية أوقاس كذلك على الطريق اللي يربط جيجل ببجاية. رايحين تلقاو بلدية أوقاس ورايحين تلقاو هذا الكاب كما راكم تشوفوا اللي فيه منظر جد خلاب. عندكم الوجهة الأخرى واللي هي لي جروت دو أوقاس، المغارة دو أوقاس كما راكم تشوفوا. هدية ما تبعدش على كاب أوقاس بحوالي منبا واحد 2 كيلومتر ولا مش بعاد على بعضهم بزاف. عندكم كذلك هذه الوجهة لابغيز دماغ اللي جاية وسط مدينة بجاية وين تقدروا تروحوا لها مكان عائلي بامتياز، يعني خصوصا في المساء وين رايحين تستمتعوا بأوقات جد ممتعة. كاين بعض لي كافيهات كذلك المطاعم، ناهيك على المناظر الرائعة. كذلك رايحين تقدروا تزوروا كما راكم تشوفوا كاب كربون وين رايحين تتمتعوا بهذه المناظر الساحرة ورايحين تشوفوا القردة عن كتب كما راكم تشوفوا، يعني منطقة أكثر من رائعة. عندكم كذلك تقدروا تروحوا لقمة يما قورايا. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية فيديو نهار اليوم. ما تبخلوش علينا بالجام، أبونيو في القناة وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا في فيديوهاتنا. إلى الملتقى في قادم فيديوهاتنا. تهلاو لنا في رواحكم خاوتي. إلى الملتقى، سلام.